على بالي راكم بحرين شويه مع العشاء، واليوم جيتكم بهذه الفكره سهله خفيفه ظريفه تسحقوا فيها حبه تاع البطاطا على حساب افراد العائله تاعكم، وين تغلفوهم بابي كويسون بابي الومنيوم، ولازم تكونوا مسخنين الفرن من قبل على اعلى درجه حراره في الفرن وتدخلوهم يطيبوا بين ساعه حتى لساعه ونص. بالنسبه لافاكس حنديرها بصدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته هكذا مربعات يكونوا صغار، درت فيه الزيت شويه تاع لاموطار التوابل المكسيكيه، درت له تتبيله مكسيكيه خاطر تجي شويه حاره وتعجبنا بزاف، درت فيها توم بودره توابل الدجاج شويه تاع فلفل حار، المهم توابل بالتفصيل مكتوبين تحت الفيديو، شويه تاع الخل ومغرف كبيره تاع لاكريم ليكيد، وخلطت كلش بهذه الطريقه. انا ما خليتهاش ريح، طيبتها ديريكتومون، جبت مقله كبيره ودرتها طيب حتى وين تتحمر مليح بهذه الطريقه وتنحوها من فوق النار. نروح نشوف البطاطا تاعي بعد ما طابت نحيها. انا البطاطا تاعي دات لي ساعه وربع خاطر الحبات كانوا شويه كبار، اذا درتو حبات صغار حتى لكمها حتى ساعه. نفتحها بالموس بهذه الطريقه بكاش مغرف ولا فرشيطاسي يخرجوا كامل البطاطا اللي في ليكوتي، وكل حبه ندير فيها شويه تاع الزبده، وكالعاده كي نستخدم الفرomاج نستخدم الجبن المذوب تاع تارتينو اوريجينال اللي حيطينا بالنبزه فايله. هذه لاباغ تاع 600 غرام، درت منه مغرف كل حبه ونعبزهم مليح، تقدروا تزيدوا من فرomاج رابي كي تعبزوهم مليح، تقدروا من تضيفوا لداخل كومومبر ولا اي حاجه حبيتوها زيتون. بعدها نجي ندير هذاك الدجاج اللي كنا طيبناه نعمر مليح الحبه بهذه الطريقه، درت لهم شويه على كريم ليكيد باش ما تجينيش ناشفه، شويه تاع فرomاج رابي، تقدروا ميم ديروا بيشاميل ولا صوص فرomاج خفيفه ديروها من دخلتهم يتكراتينا وحتى وين تحمرت مليح الحبه من الفوق. ودابا داك الفرomاج من الفوق درت لهم شويه تاع المايز وشويه تاع فلفل مقطع بهذه الطريقه، شويه تاع لي صوص، وتقدموهم وبصحتكم.